واحدة بتسألني، واحد متقدم لي ومعاه فلوس كتير قوي سعادتك، ومعاه عربيات والدنيا ايه هيصة ما شاء الله، بس في مشكلة صغيرة قد كده. ايه هي المشكلة؟ المشكلة انه ما بيصليش. هل ينفع اكمل معاه؟ هل ينفع اتخطب له؟ والله لا، للأسف ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ بقول لك معاه فلوس كتير قوي وعربيات والدنيا خربانة سعادتك، ده ليلة كبيرة. مين هياخد الهلمة الكبيرة دي كلها؟ هو بس المشكلة الصغيرة خالص ديت ان هو ما بيصليش. تارك الصلاة بإجماع الأدلة والعلماء كافر. على فكرة ده مش كلامي، ولا أنا جاي أثير الجدل ولا حاجة، ولا جاي أعمل وش على الفاضي. عايز تعمل سيرش في الموضوع ده أنت حر، روح اعمل سيرش وشوف العلماء وأهل الدين والمشايخ بيقولوا إيه في الموضوع ده. بس أنتي ما ينفعش تتجوزيه. طب بص، هو كان بيصلي بس احنا لما اتخطبت له ما عادش بيصلي. قدامك حلين اتنين، مفيش غيرهم، مفيش تالت. الحل الأول إنك تخليه يصلي. تاني حاجة، ودي اللي احنا مش عايزين نضطر اليها، لو ما صلاش ان انت للاسف هتسيبيه، لان لو ما صلاش مش هيبقى شخص كويس معاكي، مش هيبقى في خير في علاقتكوا ديت، مش هتبقى العلاقة قائمة لله عز وجل في المقام الاول. في صلاة يبقى في خير وفي طاعة وفي الدنيا هتبقى زي الفل وتمام والاشياء معدن. مفيش صلاة صدقوني الدنيا هتبقى خربانة ومش هتبقى كويسة، ولا ليكي ولا ليه، ولا انت هتحب الوضع ولا هو هيحب الوضع. اللي بيوزن الامور وبيخلي فيه بالانس في الامور ان في صلاة. الصلاة هي اللي بتحكم الامور دي. قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. بس كده، ولو عجبك المحتوى دوس لايك وشير عشان تدعمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.